11 مليون يورو اتطبعوا في أغرب مكان تتخيلوا. بس المفاجأة إن الفلوس دي كلها ما كانتش حقيقية. بس إيه الحكاية بدأت لما الشرطة في نابولي قدرت تكشف واحدة من أكبر عمليات التزوير خلال الفترة الأخيرة. المفاجأة إن اللي ورا العملية كلها شخص واحد بس، كان محول جراج بيته لمطبعة فلوس. الشخص ده كان بيستخدم أدوات طباعة عالية الدقة وبيطلع عملات مزيفة بجودة كبيرة، لدرجة إن العلامات المائية كانت شبه الأصل، وده خلاها تنتشر بسهولة من غير ما حد يشك فيها. ومع استمرار التحقيقات اتضح إن إجمالي الفلوس اللي اتطبعت وصل لحوالي 11 مليون يورو من فئات مختلفة زي ال20 وال50 وال100. اللي هيفاجئك فعلا إن في حوالي 8 مليون يورو منهم اتوزعوا فعلا في أكتر من دولة أوروبية، وعلى رأسهم فرنسا. وده معناه إن الفلوس دي دخلت السوق وتعامل بيها ناس كتير. وفي نفس الوقت الشرطة لقت حوالي 3 مليون يورو جاهزين للشحن والتوزيع. فالحكاية فضلت مستخبية فترة طويلة، لأن العملية كانت منظمة بشكل ذكي وشبكات التوزيع كانت غير مباشرة، وده اللي صعب على الشرطة إنها توصل للمصدر. بس في الآخر تم اكتشاف كل حاجة. يلا شاركونا في التعليقات وقول لنا لو شفت فلوس مزورة هتعرف تفرق ما بينها وبين الحقيقية ولا لأ.